اخبار كتير جدا منتشره بخطوبه ملك احمد زاهر والسيناريست شريف عمرو الليثي. نزلوا الفيديو ده مع بعض على تيك توك وبعد كده انتشرت اخبار الخطوبه. بعد غياب طويل جدا ظهرت شيرين مع بنتها وهي بتغني، وكمان الصور دي نزلت النهارده عشان بناتها كانوا بيحتفلوا بيها في عيد الام. والد احمد العوضي اعلن ان احمد العوضي ويارا السكري هيتجوزوا في خلال شهر او شهرين. تشابه كبير جدا ما بين نهايه مسلسل وننسى اللي كان وعلي كلاي. ثراء جوبيل اول ظهور ليها مع بنوتتها اللي عندها شهرين، تقول ان ده اول عيد ام ليها وهي مامي وانا كمان. كريم عبد العزيز مرشح ان هو يكون سفير النوايا الحسنه لمكافحه الفقر والجوع. هدى بتقول ربنا يهديني والبس الحجاب، بس للاسف انا عندي مسؤوليات كتير، عنديش باب رزق تاني غير الغنى، لو اتحجبت اكيد هسيب الغنى. كريستيانو بيقول لنا كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد. باسم سمرة قال ان هو عايز يعتزل التمثيل، ده ليه؟ عشان الوسط الفني مش كلهم للاسف طيبين. ساره بركه قالت ان هي اتعرض عليها تكون في مسلسل ياسمين عبد العزيز وننسى اللي كان في دور المساعده بتاعتها، ده اللي قدمته انجي كيوان، وقالت بس العوضي رفض. قالت لو العوضي طلبني تاني عشان اشتغل معاه اكيد هشتغل معاه. احمد عبد الحميد بيقول في اللحظه دي حالا حمزه العايلي احسن واقوى ممثل في مصر، واقوى ممثل يا جماعه من ساعه دور مسكر، انتوا لسه فاكرين دلوقتي؟ احمد حلمي كمان كان بيهنيه في دوره على مسلسل نرجس، وبيقول لما تمثيل الكبار يوصل لكل الاعمار. طه دسوقي منزل بيقول يا بخت اللي يشتغل مع احمد امين، النص التاني مليان جواهر. ما والله العظيم انا حاسه ان مسلسل النص ده ما بياخدش حقه، المسلسل كله حلو وخصوصا اخر 3 حلقات اللي ظهر فيهم درويش هتموتوا من الضحك.